ريد سكال نقيض كابتن امريكا ومن ألد أعدائه. يوهان شميت هو من أكتر شخصيات مارفل شرا وخبثا، حتى وهو طفل كان باين عليه الشر لدرجة إن إيدولف هتلر نفسه أعجب بيه وخده تحت جناحه. من ساعتها يوهان شميت أصبح شديد الولاء لهتلر والحزب النازي، وهتلر اداله قناع أحمر يشبه جمجمة علشان يبث الرعب في قلوب أعدائه، وأطلق عليه لقب ريد سكال. من ساعتها ريد سكال أصبح ينفذ مهام لصالح النازيين، وكان متخصص طبعا في القتل الجماعي والتدمير والإرهاب، لكن من جواه أكتر حاجة كانت بتدفعه هي كراهيته للبشرية ورغبته الشديدة في القوة المطلقة. اللي بيخلي ريد سكال في منتهى الخطورة هو مستوى عبقريته اللي بتخليه واحد من ألمع العقول الاستراتيجية في عالم مارفل. ريد سكال برضو عنده مهارات قتالية عالية جدا، لكن ربما أخطر أساليبه هو استخدامه للسموم. ريد سكال بيستخدم سم اسمه تراب الموت، واللي بمجرد ما بيلمس جلد شخص بيقتله في غضون ثواني، خلالهم الضحية وشه بيتحول للون الأحمر لحد ما بيبقى شبه جمجمة حمراء.